اتهام بالإتجار في الأعضاء البشرية. اسم الفنانة وفاء عامر ارتبط خلال الأيام اللي فاتت بتهمة مرعبة بتمس سمعتها وإنسانيتها بالكامل. اللي حصل بدأ بشائعة ظهرت على السوشيال ميديا اتقال فيها إن وفاء عامر متورطة في وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بل واتهموها بالتجارة في أعضائه البشرية. ورغم فداحة التهمة إلا أن الفنانة وفاء عامر اختارت في البداية إنها تسكت لحد ما الاسم اتقال صريح، وتحولت الشائعة لحملة منظمة هدفها التشويه. وفاء كتبت بوست وقالت فيه: أرفض تماماً الزج باسمي أو الإساءة لي أو لأسرتي، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم هم ومن ورائهم. وفعلا في مداخلة هاتفية قوية جدا في إحدى البرامج، وفاء عامر كشفت إن البداية كانت من واحدة بتدعي إنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك. السيدة دي ظهرت على منصة شهيرة وابتدت تلمح، وبعدها قالت صراحة يا وفاء يا عامر، وربطت اسمها بالإتجار في الأعضاء البشرية. وفاء ردت عليها وقالت أنا بتاجر في أعضاء النجاح، بس لما الإساءة زادت قررت تتكلم. وفاء قالت ابتدت تتجاوز وقالت كلام عن أهلي عن حياتي وأنا مش هسكت، دي بلطجة إلكترونية، ناس بتدور على الترند والفلوس على حساب سمعة بني آدم. نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيان دعم قوي جدا للفنانة وفاء عامر، وقالت فيها إنها شكلت لجنة قانونية لحمايتها، وإنها فنانة كبيرة وأم مثالية وإنسانة مشهود لها بالخير والكرم. يعني وفاء مش لوحدها، الفنانين والإعلاميين كانوا في ظهرها وقالوا شهادات مؤثرة. ياسمين الخطيب كشفت في حلقة مع أرملة الكابتن إبراهيم شيكا إن مفيش أي معرفة مسبقة بين وفاء وهبة التركي، وإن وفاء هي اللي بادرت بالمساعدة، اشترت ليهم بيت، عملت فحوصاتهم، زارتهم في عين شمس، وطبخت لهم كمان بإيديها. ياسمين قالت ست مصرية جدعة لا بتعمل شو ولا منتظرة مكافأة، بتعمل الخير علشان ربنا وبس. هاني رمزي كتب مفيش حد في جدعنتك ولا كرمك، والناس لسه ما تعرفش مين وفاء عامر بجد. منى فضالي قالت عيب جدا الكلام اللي بيتقال، وفاء ست جدعة وبميت راجل وبتحب الخير. أمينة الفخراني كتبت بوست مؤثر: الست دي بنت أكابر، أبوها كان تاجر كبير في باب عمر باشا، وأنا شفت ده بعيني، اتقوا الله. وكمان داليا مصطفى دخلت الخط وقالت في بوست: وفاء من أكتر الناس جدعنة ومصريتها قوية جدا، ولا يمكن تؤذي أي كائن على وجه الأرض، وأنا معاكي يا وفاء قلبا وقالبا، انت قوية ويا جبل ما يهزك ريح. الخلاصة اللي اتقال مش إشاعة عادية، ده تشويه متعمد، بس وفاء عامر أثبتت إنها ست قوية، واللي ما يعرفهاش لازم يعرف إنها واحدة من أنظف الشخصيات في الوسط الفني. وسؤالنا ليكم: هل فعلا السوشيال ميديا بقت سلاح خطر بيهدد سمعة الناس؟ شاركونا رأيكم في الكومنتس.